تشوفون مثال لما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا هو مثال حي، المصحف في يده ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى أوقات الاستراحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، هو العلي العظيم. صدمه في العمر، كبر سنه، وحدودب ظهره، ورق عظمه، ومع ذلك يقوم كل صباح على مدار السنين اللي مضت فوق 30 سنة يشتغل بنفسه من أجل كسب لقمة العيش الحلال. جاثم، أبغى أساعدك إلا بقدر. كيف؟ بحاول كذا. روح السوق وإن شاء الله إني أحصل عامل وأجيبه للعم جاثم يساعده بإذن الله. يستاهل والله العم جاثم. يا عم جاثم، جاي هذا طوال خلاص ماشي، سوالك كله معك. يلا بسم الله. الله يجزيك خير. يا سلام، زي كذا. كبار السن هم بركة الحياة، والله بركة في كل شيء. أنا دائما لقيت بمسؤولة جاقرة. الله أكبر. مع أنه يشتغل ومع أنه يتعب، يقول إذا تعبت اجي استريح هنا واقرأ في الختمة اللي هي المصحف. ما من إلا كذا، لقيت بمسؤول أجي أمسك الختمة حقي وأجلس حتى أجي الفرد. وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة، حاشاه يخذل صبرها ويردها.